السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل على كل مشاهدين ومتابعين قناة الكورة مع صبري. هنتكلم النهاردة عن المباريات القادمة في الدوري المصري. مباراة طبعا نبدأ بالأهلي، معلش. مباراة الأهلي مع غزل المحلة على استاد المحلة، وما أدراك ما استاد المحلة. طبعا المباريات بالنسبة للأهلي والزمالك في المحلة ليها طابع خاص وليها طعم خاص على لعيبة غزل المحلة وجماهير المحلة. المباراة بتبقى صعبة، يعني صعبة بمعنى صعبة، لأن فريق المحلة من الفرق اللي بتعرف تلعب على أرضها. يعني يوم ما الأهلي يفوز أو الزمالك يفوز بيفوز 1-0 طبعا بشق الأنفس، لأن لعيبة المحلة يعني بتموت في الماتش بلغة الكورة، بتموت في الماتش على اللي إيه، على طبعا نسبة الفوز ليهم أو المباراة، يعني مش عايزين يضيعوها من ايديهم، بتبقى ليهم نسب عالية في حصد الثلاث نقاط. فنتوقع فوز لا، مش عايزين نقول فوز الاهلي. هنسيب التوقع لحضراتكم ما بين الاهلي وغزل المحله. وطبعا على الجانب الاخر هيبقى في نفس اليوم الساعه 9 مباراه الزمالك مع طلائع الجيش في برج العرب. وطبعا المباراة بالنسبة للزمالك هتبقى يعني مش عايزين نقول حياة أو موت، لأن أنت متعادل في ماتش المصري، ومتعادل في أول ماتش في الدوري كان ماتش إنبي. فأنت يعتبر دلوقتي فقدت 4 نقاط. الأهلي عنده العلامة الكاملة في النقاط، هو الأول. فالزمالك يعني مش عاوزين بقى يعني نزيف النقاط ده يعني يزيد، لا، عايزين لعيبه تتدارك الموقف بسرعه. اللعيبه الكبيره يعني بترجع بسرعه. وطبعا فكر المدرب، احنا انا يعني عندي كل ثقه في جدو فيريرا، ولكن انا ما بطلبش منه غير بس مش محتاجين تأليف. والله العظيم الماتش ما محتاج تأليف. كل لاعب بيلعب في مكانه وبيديك اللي انت عايزه، سيبه في مكانه. يعني انا ممكن اجازف مثلا بلاعب ناشئ، ان انا اوظفه او اشكله زي ما انا عايز، ده ناشئ. زي مثلا سيد نيمار ما شاء الله عليه، ربنا يحميه. ناحيه اليمين لما يكون زيزو قدامه سيد نيمار تحت، بتبقى جابها من نار. سيد نيمار لعب في ماتش المصري في الكاس ناحيه الشمال وجاب جوه هدف، ولا اروع ولا امتع. فاللعيب الصغير ممكن انت تستفاد بيه، لياقه، حماس، حيويه. فهيديك يعني ايه اللي انت عايزه. لكن اللعيب الكبير اللي زي زيزو مثلا، او اللي هو بيديك المنتج اللي انت عايزه في الجبهه بتاعته، بلاش تغيير. يعني ونحاول نوظف عمر جابر. يعني ما انا بحسه ان هو زي الموظف اللي هو ممكن يعني اقعد على المكتب ده فيقعد ويشتغل، اقعد على المكتب ده يقعد ويشتغل. لا، ما تركز في حاجه واحده، يعني ركز في مكان في الملعب. النص بتلعب، مدافع بتلعب، باك يمين بتلعب، باك شمال بتلعب. بس بصراحة أنا يعني ما فيش تأثير في أي مكان أنت بتلعب فيه. أنت لاعب جوكر وكل حاجة، بس أنا عايز مكان أحس بتأثيرك فيه، تأثير إيجابي، مش اللي هو سلم واستلم سلم واستلم وخلاص فنتمنى بس من جدو فريرا تدارك الموقف بسرعة، والثلاث نقاط، لأن ماتش الجيش من الماتشات الرخمة. فريق طلائع الجيش فريق رخم، وشفناه مع الأهلي عمل إيه. يعني كان هو اللي جايب الهدف الأول، والأهلي تعادل وتدارك خطأ ضربة الجزاء وخلاص، والأهلي كسب. فنتمنى يعني حصد ال3 نقاط للزمالك، بحيث ان المسافه تقرب شويه. مش عاوزين فقدان في النقاط تاني. ونتوقع بقى مع بعض. هستنى توقعاتكم في التعليقات. مباراه الزمالك مع طلائع الجيش، والاهلي مع غزل المحله. وطبعا ما تنسوش قناه اخوكم باشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس، والتعليق التعليق اللي فيه التوقع. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.